عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض كحك العيد. شايفين منظره تحفة وريحته وطعمه فظيع، مش هياخد منك وقت خالص ويتنافسي بيه اجدع المحلات. معانا 150 ملي مية كده دافية، احط عليهم 3 معالق سكر بالشكل ده كده، واحط معلقة صغيرة خميرة واقلبها واركنها كده على جنب بقى تتفاعل. انا عارفه الخميره بتاعتي اصلا كويسه. هجيب بقى كيلو دقيق الضحى او اي نوع فاخر بيكون نسبه استخراجه 72%، وابتدي بقى انخل الدقيق بالشكل ده كده. ودي خطوه مهمه ان انتي تنخلي الدقيق. تمام كده. هحط بقى نص معلقه ملح، وهحط معلقه صغيره بيكنج باودر، واجيب بقى الكوبايه بتاعت الشاي اللي هي المعياريه 200 ملي، واملى 3 كوبايات سمنة. تمام. واسخنهم على النار. بعد ما اسخن السمنة هنزل بيها كده على الدقيق بتاعي. عايزة بقى تضيفي محلب، تضيفي ريحة كحك، تضيفي سمسم، انا بحبش الاضافات على الكحك. تمام. هبتدي بقى اقلب الدقيق كده مع السمنة لحد ايه ما السمنة بتاعتي تهدى شوية، وابتدي بقى ايه ابس الدقيق بايديا. تمام. آه ضروري جدا ان انتي تختاري سمنة نوعها كويس عشان تديكي طعم الكحكاية حلو، ما يلزقش في سقف الحب. تمام كده. خلاص كده قلبنا الدقيق بتاعنا بالسمنة بالمعلقة. وابتدي بقى ايه، جسيت العجينة لقيتها ممكن ان انا ايه ابسها بايدي. الخطوة كلها في الكحك ان انتي تبسي الدقيق كويس قوي، يعني الشغل في الحتة دي. بعد كده ما فيش عجن، يعني احنا عايزين عجينة بتقطم معاكي ما فيهاش عرق. تمام. فيبقى العجين يعني العجن كله والبس في الحتة دي بس. اما تيجي تضيفي سوائل ما تعجنيش بقى، عشان لو عجنتي مش هينفع، يبقى اديكي عرق والكحكاية هتعضم معاكي. تمام كده. هبتدي بقى ايه ابس ايه شوية حلوين كده في الدقيق. تمام. اهو شايفين وصلت بقى المرحلة دي. امسك بقى ايه الخميرة اللي انا مدوباها في السكر، وابتدي ايه اقلب بطراطيف الاصابع. تمام كده. كده زي الفل. هتلاقي العجينة بتاعتنا ما بقتش بقى ملزقة. نبتدي بقى ايه نختبرها ونشوف. لو شققت يبقى هي محتاجة سوائل. شايفين لسه ايه محتاجة سوائل. ايه هحط بقية المية بتاعتي اللي هي بالخميرة، واشوف برضو اختبرها تاني. لو كده هاخد ايه 150 ملي مية كلهم. تمام كده. لسه برضو في ايه هما خدت يعني خدت كل 150 ملي زي ما قلت لكم. تمام كده. هسيب بقى ايه، مش هسيب العجينة تخمر، هسيبها بس ترتاح شوية كده على جنب. بس اختبرها كده بالبصامة، لقيت الكحكاية كويسة ما بتشقش. هسيبها بقى ترتاح ونبتدي بقى نشكل الكحك بتاعنا. عايزة تعملي بالبصامة، بالقالب، بالمنقاش، الطريقة اللي تريحك. عايزة تحشي ملبن، برضو الطريقة اللي تريحك. تمام كده. كده المنقاش شايفين المنقاش ما بينتش العجينة، بل العجينة بتاعتي مظبوطة. تمام كده. كده زي الفل. في الأثناء دي طبعا الفرن بتاعي ايه ساخن. هحط على الرف الوسطاني، مش هياخد كتير، لازم ايه تكوني جنبه وتراقبيه.
كل واحد على حسب الفرن بتاعه. ممكن اقولك تلت ساعة، عندك ياخد ربع ساعة، على حسب ايه الفرن بتاعك. اهو شايفين؟ انقشي بقى ايه وفنني بقى ايه في الكحكايه زي ما انت عايزه. تمام كده. نشوف نقشه تانية كده. نحط بقى لايك للفيديو. تمام كده. اهو خلصنا الكحك بتاعنا ده اللي بالمنقاش اهو، واستوى وطلع معانا. شايفين بقى الشكل تحفة. جربوه بالطريقة دي هيعجبكم. واسيبكم في رعاية الله. احلى واغلى متابعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.